ليلى مراد واسمها الحقيقي ليليان زكي مراد مردخاي. هي مغنية وممثلة مصرية شهيرة. ولدت في 17 فبراير 1918 في حي الظاهر بالقاهرة. تعد ليلى مراد من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين. لقبتها الصحافة العربية بالكثارة الشرقية وصوت مصر العذب. نشأتها وبدايتها الفنية. ولدت ليلى مراد لعائلة يهودية مصرية اشتهرت بوطنيتها. والدها هو المغني والملحن زكي مراد الذي اكتشف موهبتها الفنية في سن مبكر. بدأت ليلى الغناء في الحفلات الخاصة وهي في سن 14، ثم انضمت إلى الإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينيات. مسيرتها الفنية: قدمت ليلى مراد خلال مسيرتها الفنية أكثر من 200 أغنية. اشتهرت بتنوعها وأسلوبها الفريد الذي جمع بين الأصالة والحداثة. من أشهر أغانيها أنا قلبي دليلي، يبكي يا عين، الحبيب الأسمر، سهران وحدي، يا ليل البهجة. دخلت ليلى مراد مجال السينما عام 1938 وقدمت 27 فيلما حققت من خلالها نجاحا كبيرا ونالت شعبية واسعة. من أشهر أفلامها يحيى الحب، ليلى بنت الأغنياء، غزل البنات، سيدة القطار، الحبيب المجهول. اعتزالها: اعتزلت ليلى مراد الفن عام 1955 في قمة مجدها الفني، وذلك لأسباب شخصية. حياتها الشخصية: تزوجت ليلى مراد من الفنان أنور وجدي، فطين عبد الوهاب، وجيه أباظة. وفاتها: توفيت ليلى مراد في 21 نوفمبر 1995 عن عمر يناهز 77 عاما، تاركة وراءها إرثا فنيا غنيا خلد اسمها كأحد فنانين الوطن العربي. إنجازاتها: حصلت ليلى مراد على العديد من الجوائز والتكريمات، منها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس المصري جمال عبد الناصر. تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 مطربة عربية في القرن العشرين من قبل مجلة مغازين. تم تحويل العديد من أفلامها إلى مسرحيات موسيقية ناجحة. لا تزال أغانيها تذاع حتى يومنا هذا، وتعتبر من كلاسيكيات الموسيقى العربية. تأثيرها: أثرت ليلى مراد بشكل كبير على الموسيقى والسينما العربية، وفتحت الطريق للعديد من الفنانات من بعدها. مقتطفات من أقوالها: الفن هو رسالة سامية، والفنان يجب أن يكون قدوة حسنة للمجتمع. المرأة العربية قوية وصابرة، ولديها القدرة على تحقيق كل ما تحلم به. الحياة قصيرة، يجب أن نعيشها بكل ما فيها من حب وجمال. ليلى مراد رمز للفن المصري الأصيل، وسيظل صوتها العذب يرن في أذنانا للأجيال القادمة. وتوفت في 21 نوفمبر 1995.